السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة ومر كورة عالمية. أخبارنا النهاردة كتيرة، أولها فوز الزمالك على سجرادا الأنجولي 1-0 في الجولة الثالثة من دوري أبطال أفريقيا. 9 نقاط، يعني خلاص يعني بنسبة كبيرة جدا ضمن الصعود. ولكن الزمالك النهاردة ما أداش الأداء اللي هو يعني اللي متعودين عليه. يعني كان امبارح أعلن إن معتمد جمال مدير فنيا رسميا، يعني تعاقد رسميا مع نادي الزمالك يعني لاخر السنه الا لو جد جديد. لكن الزمالك النهارده فاز حسب اللقاء. المباراه كانت سهله، كانت في المتناول، ولكن كالعاده اللاعب المصري او الانديه المصريه يعني الزمالك ما اداش النهارده الاداء اللي عليه، ولكن حقق المطلوب. مبروك لنادي الزمالك. كمان على الصعيد الافريقي النهارده الوداد فاز في الدقيقه 95 على سيمبا في المغرب. كان بالتعادل 0-0، والحكم ادى 3 دقايق، زود تاني دقيقتين تاني. ففي الدقيقة 95 الوداد يفوز، ويعني ويدي امل للوداد. لان الوداد كان عنده ما عندوش ولا نقطة، اتغلب مرتين ما عندوش ولا نقطة، كان عنده 3 نقاط. فايه انتعش اماله. الترجي النهارده التعادل كمان في دوري ابطال افريقيا مع بيترو اتلتيكو. ليفربول يقلب تاخره من يعني 1-0 ل 2-1 بفضل محمد صلاح. هدف لمحمد صلاح واسيست برضه محمد صلاح. محمد صلاح النهارده حطم جميع الارقام القياسيه، ما زال بيحطم الارقام القياسيه. محمد صلاح 200 هدف في جميع البطولات، و150 هدف في الدوري الانجليزي، يعني و10 لاعب يحرز 150 هدف في الدوري الانجليزي. ليفربول يصعد النهارده لقمه الدوري الانجليزي، خاصه بعد النهارده هزيمه ارسنال من استون فيلا المنتعش مع اوني ايمري. استون فيلا فاز الاسبوع اللي عدى على مانشستر سيتي، والنهارده فاز على ارسنال. ليفر اول، ارسنال ثاني، استون فيلا ثالث. يعني نتمنى لمحمد صلاح وليفربول التقدم. يعني اضطر النهارده والاسبوع ده يعني هزيمه الفرق الثقيله. مانشستر يونايتد يتغلب النهارده من بورنموث 4-0. ريال مدريد تعادل مع ريال بيتيس 1-1. ميلان يتغلب من اتلانتا 3-2 في الدوري الايطالي. بايرن ميونخ في الدوري الالماني، تخيلوا بايرن ميونخ يتغلب 5-1 من فرانكفورت، وعمر مرموش احرز هدف مع فرانكفورت. بروسيا كمان اتغلب 2-3 من لايبزيج. فاغلبيه الفرق الكبيره من الاسبوع ده اتغلبت، حتى مانشستر طبعا سيتي اتغلب الاسبوع اللي عدى. الاتحاد كمان اللي يلعب الاهلي في كاس العالم للانديه اتغلب. القائمه النهائيه للافضل في افريقيا اعلن عنها رسميا خلاص، طبعا اعلان بعد بكره يوم الاثنين يوم 11 12. القائمه النهائيه: احسن فريق افريقي طبعا السنغال والمغرب وجامبيا بنسبه كبيره جدا جدا. المغرب ترشيحات رايحه المغرب. احسن نادي الاهلي والوداد وصن داونز برضه بنسبه كبيره للاهلي. احسن حارس مرمى الشناوي وبونو وأونانا، يعني عشان خاطر بونو طبعا لعب كاس عالم ورابع كاس العالم ولعب مع اشبيليا، فبنسبه كبيره بونو برضه ياخدها. احسن مدرب اليو سي سي طبعا بتاع السنغال، والركراكي وعبد الحق بن شيحه. عبد الحق بن شيحه بتاع اتحاد العاصمه، بس ما اعرفش ازاي دخل على حساب كولر. كولر واخد دوري ابطال افريقيا، كولر واخد 5 بطولات مع النادي الاهلي، فغريبه يعني. احسن لاعب داخل القاره او داخل افريقيا بيرسي تاو وفيست المالي. فيست طبعا بيرسي تاو اللاعب الاهلي، فيست المالي لاعب بيراميدز، وبيتر شالولو لاعب صن داونز، فبنسبه كبيره جدا هياخدها بيرسي تاو. احسن لاعب او في افريقيا الافضل محمد صلاح طبعا، واشرف حكيمي وفيكتور اوسيمين. يعني النسبه يعني ترشيحات اغلبيه الترشيحات رايحه لاوسيمين، لكن نتمنى محمد صلاح. نتمنى الفوز لجميع الفرق المصريه. دمتم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.